ومعنا الآن أحد القادة الميدانيين في حي العسالي، أبو علي. هات أبو علي، حدثنا شو الأخبار عن حي العسالي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا. الحمد لله تم بعون الله وفضله القضاء على كافة كابلات الكهرباء في حي العسالي. الحمد لله، يعني تم إزالتها بالكامل؟ إزالة كاملة ولا عودة بعد اليوم. الله أكبر، الله أكبر. ونتحداهم أن يرجعوا يحطوا لنا كابلات. يعني بالمرة مستحيل يحطوا؟ ما عاد خلاص، هات طلع صور شوف وين كابلات. يا والله ما في شيء. شوف في كابلات شيء. في هذا كابل ليكو. لا هاي شفت كابل كوباية. يعني ما بينفع. بنقول له لبشار ايه هات نشوف. جايين ناخذ كابلات الملك. دير بالك، شيل الكابلات ما بنيجي، اذا حطيت كابلات والله لا نيجي، لان الحراميه اللي معنا، عفوا الابطال اللي معنا بالجيش الحر ما خلوا ولا كابل. الله اكبر. ان مو ما بدهم النظام يسقط ولا بدهم الجيش النظامي، ان هدفهم هلا انه يتوجهوا عن هالعيشه، لانه عشوائيه فيها كبال وكابلات. طب شو السبب؟ شو بدهم بالكبار يعني؟ عم يجيبوا سلاح، يعني عم يجيبوا سلاح؟ والله كل شيء اغتنموه بحجة الغنائم ليجيبوا سلاح وطلق وشيء حديث، ولكن نحن فشك ما شفنا. ايوه. عافية غير. بدنا نشيل بشار، قمنا جبنا 23 مليون بشار. طلع كله بشار. لا ما احلى بشار. شكرا لهذه المقابلة. لا في ملاحظة واحدة بس. تفضل. يا اهل الميدان. يا اهل الشام، شوفوا انا الاسامي من غير كابلات. اذا بتفكروا بيجي الجيش الحر، عرفوا اول شغله انتم بحياتكم ما تشوفوا الضوء. الكهرباء. كهرباء يوك كتير كابلات. وبيوتكم يعني فهموها. الى اخره.